واحد قاعد عمال يحسب وشايل هم الايجار والمصاريف والميه والنور والغاز والكهرباء والدنيا والتيت والشريط. صحي تاني يوم ما لقاش مراته وعياله، ما لقاش بيته، فقدهم. وتيجي تسأله وتقول له يعني رجع لك الهموم بقى والمصاريف والحاجات دي كلها ولا عيالك ومراتك؟ يقول لك يا عم رجعهم بس ساعة واحدة. يعني ما بنحسش بقيمة الحاجة إلا لما بنفقدها. ليه؟ مش عايزين نوصل لمرحلة ان احنا نفقد الشيء عشان نحس بقيمته. مش عايزين نخلي النعم اللي في حياتنا تنسينا، او الهموم اللي في حياتنا تنسينا النعم اللي احنا عايشينها. اه، في هموم، في مصاريف، في بلاوي منيلة. عايزين حياتنا ماشية زي المسطرة وما فيش علينا اي ديون ولا اي حاجة خالص. بس الحمد لله احنا في نعمة، الحمد لله الحمد لله، هفضل اقولها لغاية اخر العمر، الحمد لله. وده اللي انا عايزة اوصله، ان احنا ما يعني اكيد ناس كتير قوي بتتفرج عليا، اكيد عليها ديون، اكيد عليها اقساط، اكيد عليها فلوس ايجار، اكيد عليها فلوس ميه، بلاوي متلتله. بس الحمد لله، الحمد لله على السكن وعلى البيت وعلى الاطفال وعلى كل حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب يسعد قلوب كل اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه يا رب. يا رب يرزق كل متابع ليا براحة بال يا رب، اللهم امين. وسعادة ما بعدها حزن ابدا يا رب. ويرزقه من حيث لا يحتسب يا رب. يا رب كل حد بيشوف الفيديو ده يبارك له في وقته وفي صحته وفي بيته يا رب، اللهم امين. ماشي يا حبايب قلبي، هما كلمتين بس كانوا محشورين في زوري كده من اللي بشوفه، ومن الناس كلها مهمومة وشايلة هموم المصاريف والغلا. فيعني الحمد لله، نبص للنعم، نبص لنص الكوباية المليانة. المهم يا حبايب قلبي، انا بقى النهاردة عملت غدوة بسيطة جدا. طبعا احنا كده كده اصلا عندنا الحاجات الاساسية في البيت، زي الرز، زي الشعرية، زي الزيت، يعني الحاجات دي اساسية. الحاجة الوحيدة اللي بتبقى مش اساسية اللي هي الخضار. يعني الخضار اللي انت بتنزلي بتتسوقي وبتشتري من السوق، انما غير كده الرز اساسي في البيت. فانا لما اقول مثلا اكله ب20 جنيه، هي فعلا بتبقى ما عدتش، لان انت اصلا كده كده الحاجه بتاعتها عندك، خزينها عندك. انا عشان اكون صريحه معاكم، انا يوم الملوخيه لما بعملها انا ما بعملش حاجه جنبها. يعني انا عارفه ان الملوخيه دوت بيبقى طبق جنب اطباق يعني رئيسيه، مثلا بسله ورز وملوخيه، فاصوليا بيضه ورز وملوخيه كده. لا، انا عندي الملوخيه دي بتبقى طبخه لوحدها. بعمل يعني اللي هو ايه، كانه مثلا يوم هيلسي كده، اللي هو يعني اكله كده بسيطه، بنفصل من بقى المحاشي ومش عارف ايه، لا خفيفه. بيبقى عباره عن ملوخيه ورز بالشعريه وطبق شوربه لسان عصفور، ممكن جنبها طبق سلطه مثلا، حته مخلله كده. وتبقى اكله والحمد لله، بتبقى احلى اكله والله والحمد لله. يعني بيبقى فيها بركه، مغذيه ومفيده واقتصاديه، مش غاليه قوي يعني ولا حاجه. لو جبتي ربع كيلو هيقضي الليله. بصوا بقى، انا الكرسي دوت صديقي في المطبخ، ما اقدرش استغنى عنه. انا اخرج هو يفضل قاعد في المطبخ مستنيني. صديقي صديقي وحبيبي حبيبي يعني. بهبط بقى وحامل بقى، وانتوا عارفين بقى الحامل كل ساعه وتانية مهبطه، فلازم طول ما انا قاعده بطبخ ولا بعمل حاجه، انا حاطاه جنب البوتاجاز قاعده عليه بطبخ وانا قاعده. معلش انا صحتي على قدي، فيعني ربنا يكملها بالستر يا رب. طبعا حسيت ان انا دايخه بقى، ساعتها صبيت لي كوبايه عرقسوس، مشروبي اللي انا جايلي بتوحم عليه، معرفش فيه ايه. بس اللي انا اعرفه انه العرقسوس بيعلي الضغط، يعني شربه كتير بيعلي الضغط. بس انا بقى عشان حامل فضغطي دايما بيبقى واطي، فانا بحب اشربه كمان منها، ان انا جايلي يعني حابه اشربه، وفي نفس الوقت هو يعلي لي الضغط شويه يعني، فالحمد لله. عملت بقى جنب الملوخيه القمر بتاعتي دي شوربه لسان عصفور كده، كان عندي شوربه لحمه في التلاجة طلعتها، عملت عليها الملوخيه وكمان عملت عليها لسان عصفور. بعشق اللسان عصفور بشوربه اللحمه. فعملتها بقى والدنيا كانت جميله. حطيت هنا في شوربه اللحمه رشه فلفل اسمر، يعني حته صغننه من مكعب مرقه، بس انا مش بكتر في المرقه قوي. والباقي ملح، ملحتها. وبعد كده اديتها شويه كزبره. وبعد كده بقى ايه، اما الشوربه غليت رحت نازله بالايه بالملوخيه، وبقيت عماله كده ايه، اربها كده بالمعلقه. والعين التانية كنت حاطه شويه زيت وحته سمنه بلدي، ورحت حاطه الثوم والكزبره لغايه ما ياخدوا اللون كده الذهبي القمر بتاعنا. ورحت بقى نازله بالطشه بقى. انا هسيبكم تعيشوا مع الطشه.
الطشه دي كده بتغسلني كده من جوه. اصحى للكلام. والله ما في احلى من الملوخيه. ملوخيه كده بس، ملوخيه وشويه رز بشعريه بس كده، وسيبني كده اعيش، وجنبهم بقى حته بتنجانه مخلله كده. يا سلام. بس انا ايه يعني ماليش تقول عليه قوي، فانا اشتريت زيتون. اشتريت زيتون وخللته، بس لسه طبعا ما استواش. فربنا كده يمتعه بالسلامه كده، وان شاء الله ايه ابقى احطه بقى جنب الاكل وكده يعني نحدق بيه. حبايب قلبي اللي مكملين الفيديو، لو وصلتوا لغايه هنا حطوا اللايك واشتركوا في قناتي ونوروني. عايزه عيلتي تكبر بيكم، عايزه يبقى ليا صحاب، لان انا اصلا ما عنديش صحاب. فاتمنى ان انا اكون خفيفه كده على قلوبكم، وادخل قلبكم يا رب كده، يحبب فيا خلقه، ويبارك في حياتكم يا رب، ودنيتكم وعيالكم ورزقكم يا رب. اشوفكم على خير.